مساء الخير عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده يا بنات هنعمل فطاير سريعه او سندوتشات سريعه محشيه باللحمه المفرومه. هتبقى تحفه، مش تاخد منك وقت ومش هتاخد منك مجهود، والطعم هيبقى حكايه ومش مكلفه خالص. دي كان حته لحمه عندي باقيه في التلاجة، مش كبيره يعني، اقل من ربع كيلو. هنشوف هنعمل منها قد ايه سندوتشات، ويلا بينا على بركه الله. انا هجيب هنا معايا طاسه فيها زيت ابيض سخن، وحطيت معلقه كبيره من السمنه ديت يا بنات. معاها كمان معلقه من اللي هي دي بتعمل طعم خطير خطير للفطيره بتاعتك. انا حاطه معلقه صغيره مش اكتر من كده. هنزل بقى معايا بالبصله المفرومه، فرمه بصله صغير قوي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالبصله ديت على السمنه ونشوحها علشان نعمل الحشو بتاع الفطيره بتاعتنا. هنديها تشويحه بقى لغايه البصلايه بتاعتي ما تدبل قوي وتبقى مدياني اللون اللي هو المقرمل علشان الفطيره. اوعي تدوسي عليها في التحمير، انا عايزاها مكرمله بس. بصي يا بنات، احنا كده خلاص كرملنا البصل اهوت، انا عايزاها بالشكل دوت مش اكتر من كده. تمام. هنزل بقى دلوقتي باللحمه المفرومه بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على فكره هتبقى عشوه خطيره معاكي لو عملتيها، لو طالعه رحله، لو مثلا في وقت انت مش فاضيه فيه وعايزه حاجه سريعه سريعه. على فكره برضو مش هتعملي مواعين كتيره، لان انا الطاسه دي برضو يعني هعمل فيها الحشو، وفي نفس الوقت برضو هنعمل فيها ايه الفطاير بتاعتنا. يعني برضو ما بتعملش معاكي مواعين، هتبقى خفيفه قوي عليكي، مش تضايقك بعد ما تخلصي بقى وتلاقي مواعين وحاجات كركبها كتيره في المطبخ. لا، بتبقى بسيطه خالص، مش هتاخد منك وقت ومش مكلفه. بصوا يا بنات، اقل من ربع كيلو لحمه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى فكره ممكن ما تعملهاش بلحمه خالص، يعني احنا ممكن مثلا لو عندنا جبن نحشيها جبن، مفيش مشكله خالص. يعني موضوع اللحمه ده اختياري مش اجباري. يعني انا بعملها اوقات يا بنات الحشو بتاعي بيبقى عباره عن جبنه، ميكس جبن، وبقطع عليها فلفل وبحشيها. المهم عندي الفطيره نفسها هوريكي ازاي هتعمليها. بس النهارده ايه يعني، هي عشوه مش هعمل جنبها اي حاجه، فعملتها في حته اللحمه اللي عندي في التلاجة. وبرده قلت هي حته صغيره فمش هينفع اعمل بيها اي حاجه، او يعني ممكن استغلها في السندوتشات دي تبقى احسن، يعني استفدت بيها كده. خلاص انا مزجت اللحمه في البصله. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عباره عن فلفل اسمر، ملح، معلقه سكر. معلقه السكر دي بتخلي الطعم جميل قوي يا بنات للحمه، ما بتعملش حموضه برده في نفس الوقت. والسبع بهارات، وبابريكا، وملح ابيض، وكزبره، ورشه خفيفه من تتبيله اللحمه، بتدي طعم خطير معاكي في الفطيره. ندي بقى تقليبه كده وتشويحه حلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هسيبها بقى على النار حوالي 7 دقايق او 6 دقايق بس اللحمه تستوي. انتوا عارفين طبعا المفروم ما بياخدش وقت كتير. خلاص كده بقى اللحمه بتاعتي بدات تستوي. هنزل بقى بالفلفل. انا مقطعه فلفل شرايح، بيدي برضو طعم معايا حلو قوي، وبيبقى بيدي غذا برضو، وبيفرق في الطعم قوي. الفلفل ده بموت فيه. نديها تقليبه كده. انا ما بحبش اطول على الخضروات مع اللحوم على البوتاجاز عشان ما تفقدش الطعم بتاعها في قلب اللحمه. فانا برضو هديها تقليبه واحده بس وخلاص. انا هعمل دلوقتي، هنبدا بقى عشان نعمل الفطيره بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هجيب هنا علبه من الزبادي، وهجيب هنا معايا سمنه، معلقه سمنه كبيره، ومعلقه من الزيت الابيض. وهنزل بقى دلوقتي بيهم على علبه الزبادي بتاعتي كلها كده.
يا ريت بقى علبه الزبادي اللي انت هتجيبيها تكون علبه كبيره. لو انت هتعملي لفه الجلاش كلها هتجيبي علبه زبادي زي كده. تمام. هنزل بقى عليهم بعلبه من القشطه. لو ما عندكيش قشطه ممكن عادي، ده ما فيش مشكله. ممكن تبقي تاخدي مثلا وش اللبن عندك لو بتركنيه في التلاجة ولا حاجه وتعملي بيه. خلي بالك برضو الخطوه دي بتخلي الفطيره معاكي مورقه، فهي دي من اسباب النجاح الفطيره اللي انت هتعمليها ايه للولاد. وهنزل بشويه من البيكنج باودر، معلقه زي ما انتم شايفين كده، معلقه صغيره عشان تخلي معايا الفطيره مورقه. وهدي رشه بسيطه من الملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدا بقى ايه، نضربهم ببعض جامد كده، لازم تمزجيهم في بعض بالشكل ده. خلاص كده احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه اهو بالشكل ده، دخلنا كله في بعضه. هنجيب بقى لفه الجلاش بتاعنا. انا بجيب الجلاش اللي هو السلام، بيبقى حلو قوي. نفتح بقى الجلاشه بتاعتنا كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام كده، حلو قوي معانا هي. هنبدا بقى ايه، ناخد منها طبقه طبقه. هنجيب بقى يا بنات طبقه زي كده، او يعني بصي خليهم اتنين مع بعض عشان ما تبقاش خفيفه معاكي. دي اتقطعت مني مش مشكله. هنبدا بقى نعمل ايه، نجيبها كده من الطرف ونبدا ناخد معانا الزبادي اللي احنا عاملينه والقشطه والسمنه، وننزل كده ايه بيهم بالشكل ده زي ما وزعتيهم كده. لو اتفكت معاكي زي كده ما تقلقيش خالص، كده كده احنا هنحمرها في الزيت. هنبدا بقى نعمل ايه، نقفلها كده بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا احنا عملنا من الجنب ده، مش هنحط هنا تاني. هنا بقى هنحط في الجنب اللي احنا ما حطيناش فيه لما قفلنا الورقه بتاعتنا دي. كده طريقه، وهوريكي طريقه تانية برضو سهله. وهنجيب بقى الحشو بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الجنب اللي احنا ما حطيناش فيه حاجه اهو، هنحط الحشو بتاعي بالشكل دوت. املي بقى الفطيره بتاعتك كده بالشكل ده. وهبدا بقى ايه، اقفل الفطيره بتاعتي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتقفلي بقى ايه فيها بالشكل ده، وتاخدي معاكي الجنب علشان الحشو بتاعك ما يطلعش بره. وتبداي تقفليها كده وتحكميها في القفل. تمام اهي كده، هي جهزت معايا زي ما انتم شايفين. خلاص كده تمام. هناخد برضو واحده تانية هوريها لكم ازاي برضو تحشيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتي لو عايزه تعملي فرع واحد بس ممكن، انا برضو هوريها لك لو انتي بتحبي الفطيره بتاعتك تبقى ايه خفيفه. فخلينا في دي عشان دي اتقطعت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيبها كده بالشكل ده. دي كده برضو طريقه تانية اهوت كده يا بنات، سهله خالص، مش هتاخد منك اي وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنبدا نقفلها كده ونحط الحشو في الجنب دوت. احنا المره دي عملناها ايه بالعرض، المره اللي فاتت كنا عاملينها ايه بالطول. هتطلع معاكي بقى مورقه وايه وتحفه. وزي ما قلت لك انت ممكن تحشيها لو حابه، هتقفلي بقى من الجنب ده كده والجنب ده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو حابه تحشيها جبنه، حابه تحشيها مثلا حاجه حلوه، ممكن تحشيها شوكولاته. عايزه مثلا تحشيها مكسرات. يعني انا اوقات بعملها للولاد عشان هي سهله معايا وسريعه وبسيطه، بعملها لهم اوقات مكسرات واوقات بعملها ايه بالمهلبيه، بتبقى حلوه قوي برضو. اهو كده عملناها بالطريقه التانية اهوت. وهنعمل برضو ايه تاني معاكم كمان واحده. انا عشان انا اخر واحده اعملها معاكم واكمل بقى بقيه الكميه معايا مع نفسي.
اهوت كده بالشكل ده عشان ما اطولش عليكم. احنا نعملها المره دي بالعرض، احنا اول واحده عملناها بالطول عشان كده جت معاكم طويله، دي جت مربعه شويه. اهم حاجه الحشو يا بنات تشبعوا كويس بالخليط اللي احنا عاملينه، اللي هو عباره عن الزبادي والسمنه، لان هو ده اللي بيخلي معاكي الفطيره مورقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا حبايبي كده بالشكل دوت اهو. هنبدا بقى نقفلها كده ونقفلها كده، وهنا زي ما قلت لكم برده بصوا قفلناها بالشكل ده. هنا بقى كده هننزل بنفس الخليط، سهله خالص مش هتاخد معاكي اي وقت. اهو بصوا من هنا من ورا اهو. هنقفل بقى كده ونطلع بالحشو بتاعنا. ايوه اللهم بارك. اهي سهله خالص مش تاخد منك اي وقت. دلوقتي بقى وانا بعمل معاكم كده حطيت الزيت على النار يسخن علشان ايه ننزل فيه بالفطيره بتاعتنا زي بالشكل دوت اهوت بكل سهوله. وهتقفليها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهوت كده خلاص كده الكميه بتاعتنا خلصت اهيت. هندخل بقى على الطاسه بتاعتنا على النار كده بالشكل ده. كده الزيت خلاص سخن معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهدي النار بقى وانزل بالفطيره بتاعتي على طول على النار بالشكل ده. اهوت على طول مش تاخد منك وقت. وهنحمرها بقى مع بعضينا في الزيت. وكده طبعا بقى ايه عملناها على الجنبين اهمت. الزيت بقى لو كتير معاكي مش هتحتاجي ان انت تقلبي شمال ويمين اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا اللون بتاعها تحفه اهوت. وانا هكمل بقى بقيه الكميه بتاعتي واوريها لك. هتبقى شكلها تحفه والطعم هيعجبك اكتر. دايما هدي النار وانت بتعمليها عشان تطلع ايه مظبوطه معاكي من غير اي وقت. بصي بقى ما شاء الله اللون بتاعها حلو ازاي. ما بتاخدش حوالي اقل من دقيقه. بصي هنكمل بقى بقيه الكميه. خلصنا الفطاير بتاعتنا. الف هنا وشفا على قلوبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ويا ريت بقى تدعموني باللايك ودعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.